والله الناس بقت بتتعامل مع اسكندريه على انها حمام، يعني تلاقي فاهم اللي معدي من قدامك بالسليب في الشارع، اللي ماشي مثلا حاطط فوطه ومش لابس حاجه من فوق، يعني عامل شعر صدره قميص، ما تفهمش فيه ايه يعني. وبعدين يعني انت المفروض مصيف تحترم نفسك يعني، لكن انت جاي هنا تقرفنا يعني، ليه تعبنا؟ يعني حط نفسك مكان الشعب الاسكندراني. وبعدين يعني السليبات، البلد بقت عباره عن سليبات كده، سليب 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 ماشيه، مش بني ادمين والله مصيفين يعني مفيش خالص. وبعدين الستات بقى ايه، عامله حاجه حلوه، تلاقيها ماشيه بحاجتين، يا مايو شرعي يا بنطلون زبرة ابيض في اسود مخطط بالطول، تحس ان شمسيه ماشيه على الارض، ما تفهمش ايه ده. بس الغريب اللي انا لقيت واحد لابس سليب على شورت، يعني لابس شورت وفوقيه سليب، فانا قلت بقى يمكن السليب ازاي الرسم المصيفين، ما افهمش. يا مولاي كما خلقتني، ماشي عادي كده، اللي هو زي ما اتولدت همشي، ما مش بلدي. ليه كده يعني، ليه كده؟ وبعدين كنت افهم ان في فول اسكندراني وفي كبده اسكندراني، لكن ما كنتش عارف ان في دبان اسكندراني، ارخم دبان في مصر اقسم بالله. الدبانه تلاقيها جايه عليك كده ماشيه، اللي هي بتشتمك انت فاهم، فتسيب المكان انت وتروح مثلا قاعد في ميامي، تروح المعموره عشان تبعد عن ام الدبان، تلاقيها جايه برضه يعني. حاجات كده غريبه، فليه كده يعني؟ ارحمونا شويه. وبعدين تلاقي واحد قاعد بعوامه على القهوه، يعني لابس عوامه وقاعد بيها على القهوه، ما تعرفش ده لو ادال عليه كوبايه ميه هيغرق، فمأمن نفسه ولا ايه؟ ما يعني مش كده، مش كده والله يعني، مش في القاهره وهنا تعبنا.